بتجيب ايربودز ب 200 جنيه بتبوظ منك، بتجيب ايربودز ب 500 جنيه بتبوظ منك، بتجيب ايربودز ب 1000 جنيه برضه بتبوظ منك. ايه السر بقى؟ هقول لك النهارده السر اللي التجار مش عايزاك تعرفه. الفكره كلها في البطاريه بتاعت الايربودز، البطاريه هي اللي بتبوظ. طب بتبوظ ليه يا عم؟ ان انت بتشحنها على شحن وات عالي. الوات بتاع الشاحن بيبقى عالي جدا. شاحن البلاجه بتاعت الاجهزه الموبايلات انت بتشحن بيها 18 واط 20 واط وفي حاجات دلوقتي 60 واط و100 واط كمان. تفتكر البطاريه تستحمل ضغط الشحن ده كله؟ طب الحل ايه؟ الحل يا باشا هي بينزل معاها وصله، كل اللي عليك ان انت هتحط الوصله دي في اليو اس بي اللي موجود عندك في الراوتر، في اللابتوب، في الشاشه السمارت، اي حاجه بتديك باور ضعيف. ان زي ما انت شايف البطاريه بتاعتها قد ايه، مش هتستحمل معاك نسبه واط عاليه. فعشان تحافظ الايربودز بتاعتك سواء اذا كانت شعبي او حاجه براند، كل اللي عليك ان انت تشحنها بشاحن جهد ضعيف. لو هي باظت منك ابعتها لي وانا اصلح لك البطاريه ب 70 جنيه، اصلح لك البطاريه وارجع لك الايربودز تاني سليمه ب 70 جنيه. كل اللي عليك بس اكتب لي كومنت بكلمه تم وانا هتواصل معاك واعرف مشكله الايربودز بتاعتك وارجعها لك تاني تشتغل ب 70 جنيه. احنا فين؟ في العتبه مول الغول، محل 101، صيانه لاي حاجه في مصر بفضل الله. ما تنساش تعمل لايك وفولو منشن لصاحبك، قول له الايربودز اللي انت رميتها في الدرج هات اصلحها لك.